حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده دايما يا رب. فيديو جديد، ولو اول مره تشوفينا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى مع بعض مشكله جديده وحكايه. تعالوا بينا نشوف الزوجه التانية ونشوف هتقول لنا ايه. معايا النهارده الزوجه بتقول انا الزوجه التانية اتجوزني على مراته علشان بتخلف بنات. هي لسه في ناس بالعقلية دي ان هي برضو فاكرين ان اذا كانت ولد او بنت فهي من الست. يعني سبحان الله، مهما الدنيا تتقدم ومهما الدنيا معرفش يحصل فيها ايه، في ناس كده دماغها بتبقى ثابتة، اللي هو ده. لا، انا ده اللي في دماغي، مهما عملت هو ده اللي في دماغي. تمام. المهم يعني خلينا نشوف. بتقول علشان هي بتخلف بنات وعايز الولد، وفعلا خلفت له الولد وحسيت نفسي اني ملكة الدنيا كلها، وهو كان طاير من الفرحة وكان واخد لي شقة ايجار بعد بعيد. بس لما جبت له الولد قلت له لا، لازم تاخدني في بيتك. ده انتي قادرة اوي، ياخدك في بيته فين؟ اللي هو ملكه طبعا، وما يقدرش يرفض لي طلب. وسكنت في الشقة وهي في الشقة اللي تحتي. كنت بحاول أغضبها بأي حاجة. دايما كنت ثواني عشان الحروف، مش السطور بتجري كده، وخصوصا لما بتبقى حاجة زي كده. ثواني. ودايما كنت بتبلى عليها بالكذب، وجوزي بيتخانق معاها. وفي يوم عملت معاها خناقة بدون سبب، وقلت لها يا انا يا انتي في البيت دوت، وده عمري ما هنسى. ساعتها وهي بتوطي وتبوس لي ايدي وتقول لي حرام عليكي، هروح فين انا وبناتي؟ ده انا يتيمة الاب والام، ومحدش من قرايبي هيستحملني. انا مستعدة اكون خدمتك، بس سيبيني في حالي انا وبناتي. وانا قلبي كان هيرفرف من الفرحة اني شفتها مذلولة، رغم اني انا التانية، وانا اللي اخدت جوزها منها. شفته حقارة اكتر من كده. انا ندمانة والله العظيم، وندمت بس بعد فوات الاوان، بعد ما ماتت وسابت الدنيا لامثالي، وماتت سابتني لتعذيب الضمير. يا ريتني ما عملت كده فيها كده. يا ريتني ما جيت عليها ولا على بناتها. يا رب سامحني، ادعولي والنبي. انا عارفة اني مجرمة، بس والله بعوضوا في بناتها بحنان امهم، وهعملهم بما يرضي الله. ونرجع نقول الزوجة التانية وحشة ليه؟ وبنرجع نقول ما هي بقى من النماذج القمر اللي زي كده. طب انتي كان واخد لك شقة بعيد وانتي في حتة وهي في حتة، عشان منعا للمشاكل ربنا رزقك بالولد، وانتي شفتي ان هو بيعاملك حلو تمام، خلاص بقى مش زيطة هي. لا، ازاي انا لازم اجي بقى على التانية وادوس عليها، بالرغم ان هي ملهاش ذنب. هي ملهاش ذنب. ولد بنت دي بتاعت الراجل مش بتاعت الست، هي ملهاش اي صلة بيها. تمام. طب انت ربنا كرمك. طب افرضي سؤال، يعني معلش، يعني افرضي ان انت كنت جبتي بنت، كنت هتعملي ايه؟ افرضي ان انت لا قدر الله لا قدر الله ابنك ده جراله اي حاجه وتوفى، انت كنت هتعملي ايه؟ عارفه كنت هتعملي ايه؟ كان هيتحط عليكي حطه. طالما هو بالجوزك ده بالعقليه دي، كان هيبصي، ما كنتش مش قادره اقول لك كان هيعمل فيك ايه. ان كمان يعني ايه، احمدي ربنا انتي معاكي الولد، ومش فارقة ولد بنت، الاتنين محصلين بعضيهم، يعني مش فارقة خالص. بس انا مش عارفة الصراحة والله. الناس ترجع تقول لي اصل الزوجة التانية طيبة، والله برضو اصل الزوجة مش عارفة ايه. لا، هن مزج العسل اهي، الا من رحم ربي، برضو ما احنا مش هنعمم. تمام. بس واحدة زي دي لا، ده الشيطان يقول لها يا استاذة. يعني هي غلبت الكل، ان انتي لدرجة ان انتي زلتيها وتخليها تبوس ايديكي وتقولك انا ماليش حد، وابويا وامي متوفيين ومفيش مكان هقعد فيه انا وبناتي، وقصص عارفة انتي، مش قادرة اقولك انتي لو ما حصل، يعني لو ما اتخدش حقها في الدنيا منك،
هيتاخد منك في الاخرة. ده موضوع منتهي يعني. فربنا يصلح حال الجميع يا رب. وكده فيديو النهارده خلص. ولو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واقول لكم مع الف سلامه. باي باي.